أيوب بوعدي أصبح لاعبا في مانشستر سيتي. الصفقة التي تابعها الجميع لأسابيع انتهت أخيرا. الفتى المغربي صاحب 18 عاما يغادر ليل وينضم إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد ل5 سنوات. لكن انتبه، نحن لا نتحدث عن صفقة عادية. مانشستر سيتي دفع مبلغا ضخما قد يصل إلى 100 مليون يورو من أجل لاعب لم يتجاوز 18. بوعدي ظهر مع ليل لأول مرة وهو في 16 فقط، وخلال فترة قصيرة أصبح واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، قبل أن يختار تمثيل المغرب ويخوض معه كأس العالم 2026. والآن بعد 96 مباراة مع ليل، بوعدي ينتقل إلى أكبر تحد في مسيرته، والأهم أن مانشستر سيتي لم يتعاقد معه من أجل المستقبل فقط. الفريق يعيش مرحلة إعادة بناء خط الوسط، خصوصا بعد رحيل أسماء كبيرة مثل رودري وبرناردو سيلفا وتيجاني رايندرز، وهنا تأتي فرصة بوعدي الحقيقية. فهل يستطيع هذا الشاب المغربي أن يصبح قطعة أساسية في وسط مانشستر سيتي؟ من ليل إلى مانشستر، رحلة بوعدي بدأت للتو.